السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعكم في قناة عمر الأهلي في الرياضة 9 المحترفين. النهاردة حكيتنا مع النادي الأهلي ونادي إنبي في دور 9 المحترفين، ونادي روشان ونادي النصر السعودي ونادي الطاعون في دور 9 والدور روشان السعودي. هسمع القصة النهاردة النصر السعودي ونادي الطاعون في دور روشان، أو النادي الأهلي ونادي إنبي في الدور 9 المحترفين في نصف النهائي، ونادي الدور في بطولة روشان السوبر السعودي قدام الطاعون النصف النهائي. ان شاء الله الاهلي يفوز بالدوري، وان شاء الله يحقق البطولة 44 دوري 9 المحترفين. عايز تعمل اول حاجة عشان تتفرج على الفيديو وتتفرج على القصة، وعايز منك اول حاجة لايك وسبسكرايب وفعل اشتراك وفعل الجرس عشان نوصل من اعلى فاينات، من اعلى اشتراكات. ان شاء الله نوصل من اقل 50 مشترك على منصة يوتيوب وعلى منصة انستجرام. عندي قناة على انستجرام وعندي قناة على تيك توك وعندي قناة على اول حاجة هتعمل لايك وسبسكرايب على الفيديو وفعل اشتراك وفعل الجرس، وعايزك تعمل اول حاجة لايك وسبسكرايب. يلا خش معايا الفيديو. Don't you go picking my cherries, don't you go getting cute. You've had your fun. نادي الاهلي ونادي انبي في دور 9 المحترفين في النهارده تعادلوا 1-1. ومين راجل المباراة؟ راجل المباراة وكهربا تاني مرة على التوالي. نادي بيراميدز تعادل 1-1 مع طلائع الجيش. نادي بيراميدز مع طلائع الجيش. ماشي. نادي الاهلي هيوصل لمركز الاول، هيلعب في النهائي في دور 9 المحترفين، هيلاعب نادي فيوتشر اللي هي نادي فيوتشر. ماشي. نادي طلائع الجيش ونادي انبي ونادي طلائع الجيش في المركز الثالث والمركز الرابع، والنادي الاهلي في المركز الاول ومركز الثاني في دور 9 المحترفين. هتلعب النهائي فين؟ بص، هتلعب في استاد القاهرة الدولي، والمركز الثاني المركز الثالث والمركز الرابع هتلعب في ملعب برج العرب، او النهائي هتلعب في استاد القاهرة الدولي. الساعة كام؟ الساعة 9 مساء يوم السبت اللي جاي في النهائي. ويوم مين اللي هيجي؟ محمد الشناوي، كهربا، هاني كريستو، ومين تاني؟ لعيبة جديدة، لعيبة لسه العقد بتاعتهم جديدة، لعيبة جديدة هم الفنان بتوعهم. ماشي. نادي الاهلي كده بتاعهم، الاهلي كده هيفوز بالدوري. اقول لك 90% الاهلي خلاص كده كسب وكده واخد ال 44. بس تنفات مطوشة اللي فات على الدوري، والناس اللي غابت من الدوري 4 ايام ولا 4 اسابيع، اما خلوا 4 اسابيع خلوهم 4 مطوشة، تاني خلوهم 8. وتاني الدوري هيتأخر لغاية يونيو، تاني هيخلوهم في شهر اغسطس، ولسه الدوري السعودي لسه شغال وهيخلص 2025. يعني الاهلي الدور 9 والدور المصري ودوري المغرب ودوري الجزائر خلصوا بدري. يعني الدوري المصري بقرب يخلص الدوري السعودي لسه ما خلصش، فاضل له كام شهر، فاضل له شهرين ولا فاضل له شهر يخلص الدوري ويفنش عليه. كده النادي الاهلي تعادل ليه؟ نادي النهارده تعادل ليه؟ ما انا هقول لك. نادي الاهلي هو عارفين نادي الاهلي يعني نادي كبير، نادي قرن. ازاي الاهلي يعني من ضمن انبي ازاي يتعادل مع ضمن انبي؟ ازاي يتعادل مع ضمن انبي؟ ليه؟ لان نادي انبي بطيء. وانا هقول لك يا معلم افهميني كويس. لعيبه الاهلي غايبين. اوكي ماشي. لعيبه الاهلي هم غايبين. مين اللي هيلعب؟ كهربا. مين؟ عمر كمال عبد الواحد. ما احنا هنعترض على عمر كمال عبد الواحد؟ لا، مش هنعتبر عليه، مش هنعتبر على عمر كمال عبد الواحد. طب ليه مش هنعتبر على عمر عبد الواحد؟ ده مش هنعتبر بيه بخصوصيات الكوره. عارفين هو باك شمال لمين، وعارفينه دفاع جامد، وعارفين هو هجوم جامد، وعارفين كل حاجه. بس احنا منينفعش نعتمد على كهربا وعلى بتاع عمر كمال عبد الواحد.
عم نعتمد على مين؟ اسامه ابو علي. اسامه ابو علي. نحمد ربنا ان البيراميدز لاعب اسمه فينستوت ومركز جاب هدف جاب الجول 18 مع اسامه ابو علي، مع اسامه ابو علي. بس ليه يا عم اسامه مش تلعب تكمل ماتشك عشان الهداف؟ انت جاي تأجز مع لازم عشان يستحبح على كأس مين؟ على كأس الكونتيننتال وكأس السوبر الافريقي يوم السبت ان شاء الله النهائي في دوري 9 المحترفين دوري روشن السعودي يوم السبت، اللي هي الهلال السعودي والنصر السعودي في السوبر روشن السعودي. ودوري 9 المحترفين يوم السبت الساعة 9 مساء وعلى قناة اون تايم سبورتس وعلى قناة قناة أبو ظبي رياضية 4. دوري مصر يتذاع على قناة على قناة أبو ظبي رياضية، على قناة الثانية قناة اون تايم سبورتس. ماشي. المركز الثالث على قناة على قناة اون تايم سبورتس 2، وعلى قناة الخارجية هتلاعب على قناة على أبو ظبي 2. ماشي. الاحتفال جامد ولا لا؟ احتفال امريكاني، احتفالين امريكانيين جامد جدا. احتفال بعد ما يخلصوا الدوري ابقى فيه بتاع ده كده، انه عارفين البطولات هما بياخدوا الكاس كده بيطلعوا البتاع ده الحمامه والحاجات ده والنار والحاجات دي. القصه دي بقى احسن قصه. كده يا عم خلصنا كده. هنتكلم بقى في الدوري روشن. هنتكلم في دوري روشن النهارده يا جماعه في دوري روشن السعودي في دوري 9 المحترفين. النهارده خلصنا دوري 9 المحترفين، نتكلم في دوري روشن السعودي. دوري روشن السعودي هو الفتحاء السعودي والعين العين الاماراتي. خلاص الدوري بتاعهم بيخلص. نتكلم في روشن الفتحاء، النصر، العين، الهلال السعودي، العين الاماراتي، ايه تاني يا رب صل على النبي. هو نادي فتحاء، نادي مكنسز، نادي في 2024، نادي اسمه 2024. نتكلم في النصر السعودي. النصر السعودي كريستيانو رونالدو لعب النهارده مسجل هدف جامد جدا. كريستيانو رونالدو ماشي مسجل هدف جامد جدا الصراحه. بيتذاع على قناه قناه اس دي من على طبعا المستوى. صلى على النبي. كريستيانو اتطرد باللاعب اسمه مش عارف متضايق منه الصراحه. يعني واحد بتضايق منه، ما ينفعش اقول اسمه. هو لاعب الصراحه لاعب جامد الصراحه، لاعب كويس، بس هو طرد. ضيع فرص جميله والله العظيم الكتاب اللي ضيع فرص جميله جدا. والحارس النهارده شاطر جدا، عمل حاجه كده كويسه في النص السعودي. نتكلم مع النصر السعودي، نتكلم في مبارياته، في كذا مباراه في شهرين. يا عم تركي الشيخ خلص الدوري، ما مش عايزين غيابات. انت بتعمل بطولات ورا بعض. يعني المنتخب يعني بص الدوري بقى بيخلص، بيعملوا ورا بطوله يعني ورا كأس مصر، ورا كأس الرابطة، ورا كأس السوبر المصري، ورا بطولة اليمن ستيو الجديد 2024. هي الدوري المصري عامل بطولة جديدة اسمها دوري فرنسيس. هتلاقي فين؟ هتلاقي في اوروبا. ملعب يمن. وكتاب الله بطولة جديدة ممكن اظهر لك على الشاشة، بس ما ينفعش اظهر لك دلوقتي الا معمول مفاجأة. بطولة جديدة منزلة اقرار رسميا المنتخب مصر هتعمل بطولة جديدة وهتتعمل في اوروبا. هتتلعب في اوروبا. انت بتتكلم هتتلعب في اوروبا بطولة زي كأس السوبر المصري. مش بتلعب في الامارات، مش كأس مصر انت بتلعب في السعودية. كأس مصر هتلعب في السعودية طول السنين كلها. او كأس السوبر المصري هتلعب في الامارات. او كأس الدوري 9 هتلعب في استاد القاهرة. البطولة الدوري فرنسيس هتلعب في اوروبا. بطولة 5 بطولة 5 و6 يعني في 3 بطولات جدود. البطولة 5 هتلعب في افريقيا، في المغرب
اسمها بطولة ايسو فريتس المصري، بطولة جامدة جدا. والخمسة الستة بقى هتضم من ضمن أربع أندية من برا مصر. منين؟ يعني واحد من السعودية، واحد من الإمارات، واحد من أوروبا، من ريال مدريد. تتلم فين؟ لو في أرض مصر وتجدد. وعلى أرض إيه؟ على أرض العاصمة الإدارية. بس على أرض العاصمة الإدارية. هنتكلم في إيه؟ هي البطولة هتتعمل على أرض العاصمة الإدارية، ملعب الأولمبياد 2034 منتخب مصر. رسميا هتعمل كأس العالم 2036. رسميا نادي الأهلي هيعمل ملعب شبه ده، هيظهرلكوا على الشاشة. ملعب الزمالك هتلاقي شبه ده، ملعب القولون العربي هتلاقي شبه ده. تعال نشوف ملعب منتخب مصر، ملعب منتخب العاصمة الإدارية، ملعب المونسمين فينسي، ملعب ألفيون كنسبويتشيتسي، ملعب برنيتسي الفريتسي، ملعب يوان سيف إنشانس. أو كلها أنا حافظ الأسامي أصلا. أنا بص أنا حفظت الأسامي دي بالعافية، كتاب الله أنا حفظت الأسامي دي بالعافية. قبل الفيديو الملاعب دي هتلعب على كأس العالم. كأس العالم هيتلعب على أرض مصر، كتاب الله. كأس العالم من ناشئين مش الكبار، الناشئين هتلعب في 2040. الفرقة الكبيرة كأس العالم هتلعب في 2040 على أرض مصر، أو الناشئين هتلعب هنا 2036 على أرض مصر. فرنسا والأرجنتين والبرتغال وألمانيا وتركيا وكله والبرتغال وفرنسا والسعودية والمغرب والجزائر والسنغال وأمريكا وكله هيجي على أرض مصر. البطولة اللي هي الأولمبيات الرياضيات، السباحة والرياضة، كل واحد مخصص في الرياضة. شكرا للوزير تركي الشيخ السعودي، عمل بطولة جديدة في السعودية اسمها بطولة SPFHS. بطولة جديدة الصراحة، بسم الله ما شاء الله. هي هتتعمل كمان شهرين إن شاء الله. كده خلصنا الفيديو، كده خلصنا كده حكايتنا، وكده خلصنا حكايتنا. خلصنا مونتاج، خلصنا تصوير، خلصنا فوتوشوب، خلصنا اللوجي اللي بيتحط هنا، خلصنا الاسم اللي بيتحط هنا، وخلصنا الشريط اللي بيتحط هنا. يلا سلام، باي باي.